لغينا الاتراكشن. صوتها حلو يعني، صوتها لذيذ، عارف اللي هو مش عالي، لا عالي، لا عالي. هنطرد من خلاص خلاص، هنطرد من المكان، هنطرد حلوة والله، حلوة، صوتها حلو. خلاص خلاص هنطرد. النهارده معانا عربية، هي مش بس عربية حلوة أو مش بس عربية متعدلة، هي عربية من عربيات أحلام الشباب كلهم. ليه هي عربية من عربيات أحلام الشباب؟ عشان العربية دي كانت بتجمع ما بين كل حاجة. يعني عربية نوعا ما سريعة شوية، فيها شوية من السرعة. طبعا عربيات زمان كانت السرعة بالنسبة لها المواتير ال NA اللي هي التنفس الطبيعي، بس كانت بتبقى غشيمة شوية. يعني ايه غشيمة؟ يعني كانت العربيات بتبقى صوتها عالي مثلا، كانت بتبقى العربية بتدريفت شوية وتروح منك، وكان فيها شوية فيتشرز حلوة كده. فالنهارده معانا محطمة قلوب الشباب، وهي البي ام دبليو الاي 46. البي ام دبليو الاي 46 هي واحدة فعلا من العربيات اللي انا بحبها. تعال اقول لك بقى ليه هي من العربيات اللي انا بحبها. اولا العربية اللي معانا النهارده دي هي عربية 328 اللي هي بتبقى 2800 سي سي دي. فالعربية بيبقى فيها فيتشرز، يعني غير ان هو الموتور نوعا ما قوي شويه، مش هقول لك ان هو غشيم، يعني هو بيطلع 190 هورس باور، 280 نيوتن متر تورك، بس بتبقى فيها عارف اللي هو انت واخد عربيه بي ام دبليو حنينه، وفي نفس الوقت فيها اللي هي القوه اللذيذه دي. النهارده هنجرب البي ام دبليو الاي 46 ال 328 2800 سي سي. فتعالوا نشوف العربيه دي بتعمل ايه، ونجرب العربيه دي ونشوف التسارع بتاعها، ونشوف فعلا العربيه دي من 0 ل 100 اسرع ولا لا، ونوريكم شويه تعديلات كده وحاجات معموله في العربيه دي. اول حاجه متعدله في العربيه وهي العربيه من قدام. بص العربيه من قدام عامله ازاي، من اول الحته بتاعت الاكسدام الام اللي قدام ده، تمام، طبعا الحته بتاعت علامه البي ام دبليو اللي هي الام السوداء دي بالشبكه بتاعتها. وطبعا لو جيت معايا هنا هتلاقي الجنط بتاع العربيه ده، جنط العربيه ده جنط 18 انش، ويعني طبعا هو عرض غبي، عرض غبي، يعني مش فاكر كان 245 حاجه كده. ورا كمان اعرض، يعني هما الاثنين نفس المقاس بس الورا اعرض من قدام، فالموضوع فعلا حلو قوي. عندك طبعا الحتت اللي في الجنب دي شكل اكتر. عندك المرايات بتاعه العربيه دي، مرايات البي ام دبليو الكوبيه. وعندك طبعا الفوانيس اللي قدام، لو انتوا شايفين الفوانيس الموضوع حلو ولذيذ. تعالوا بقى اوريكم العربيه من ورا كمان. العربيه بقى من ورا عندك السبويلر اللي فوق اللي هو الرفيع قوي ده، في يعني تحس ان هو شريط كده بس هو شكله حلو. عندك طبعا بص بقى الشكمان اللي ورا ده، الشكمان اللي ورا ده بقى حكايه. الاربع شكمانات اللي ورا دول كلهم شغالين، وهسمعكم الصوت دلوقتي. وكمان شكل الديفيوزر كده مع الشكمان تحس ان هو نازلين ستوك اوريجينال، فهم بصراحه شكلهم حلو. تعالوا بقى نشوف شكل العربيه من جوه. اول حاجه طبعا هتشوفها من جوه الطاره بتاعت البي ام دبليو زد 4. طبعا الاي 46 يعني شكلها من جوه اللي هو الشكل الكلاسيك، والكراسي طبعا تحس ان هي نظيفه جدا. العربيه من جوه عامه تحس ان هي حالتها نظيفه مش متبهدله. اغلب العربيات القديمه بتحس ان هي استهلكت. طبعا عدادات البي ام دبليو القديمه، العربيات اللي انا بحبها جدا. الشباب عامه لما بيحب يبدا مسيره البي ام دبليو بيبدا مسيره البي ام دبليو بتاعته في الاي 46. فنبدا بقى في العربيه من جوه الاي 46 من جوه. طبعا الحلو في العربيه كله بغض النظر عن التيونز او التعديلات اللي بتبقى معموله من بره هي المتعه اللي جوه. انت بتشتري العربيه دي عشان متعه السواقه اللي فيها، متعه الشبابيه اللي فيها. فطبعا هنبدا الفيديو. استاذ كريم عامل ايه يا معاذ؟ ايه الاخبار؟ كريم يعني صاحبي من الجامعه، يعني مش هنروح بعيد يعني. فا ايه بقى
حلوه العربيه؟ حلوه صح؟ حبيبي يا اسطى. العربيه والله زي ما انت شايف يعني مميزه في حوار اللون ده. برضو حوار يعني انا كنت بحب المانيوال وكده طبعا. ما مشيش معايا ان انا مثلا اركب 1000، هي المفروض بتيجي ستوك اساسا 1800، بتبقى 1800 اوتوماتيك. فما كنتش حاسه قوي، وخصوصا ان انا كنت نازل من عربيه اعلى شويه كانت 6 سلندر وبتاع، وكانت مانيوال، فكانت بالنسبه لي العربيه 1800 اوتوماتيك مش احسن عايز حاجه اتقل شويه. بالظبط. فكان نفسي اساسا اركب بقى حاجه، يعني طبعا كل واحد هدفه 340، بس دي بعيده عننا شويه يعني طبعا مفيش حاجه بعيده عن ربنا، بس ان شاء الله هنوصل. كنت ممكن تجيب 800 دلوقتي الموضوع والله كنت ببيع واحده ب 750. واحده 750 بس ده من قبل الهبل. لا دلوقتي خلاص مليون ده مينيمم السوق يعني. ممكن مثلا تلاقي التويوتا كرولا اللي ضربت لغايه ال 700,000 جنيه دي في حته ثانيه، وفاهم، والبي امات ما بتعلاش بنفس الطريقه، العربيات اللي فعلا على القيمه، فاهم. بس قارن الكورولا بالبي ام ولا ايه؟ لا انا مش بقارن. انت شكلك كده هتلحد ولا ايه؟ هتخسرني الناس بتوع الكورولا كده. فالعربيه بقى ايه 2800 سي سي. وشكل الموتور من قدام زي ما انت شفته كده، الحاجات المحطوطه اللي فيه، كمان الطاره اللي متعدله، الشفتات يعني. بصوا الشفتات معايا، بصوا الشفتات معايا بتاعنا. سامعين الصوت؟ هو الطريق بس يعني مرجرج شويه بس يعني. والجنود 18 ده برضه موضوع، و18 تحت الاف كمان مش اي حاجه. يعني حبينا نحط حاجه شويه من الجديد. يعني لو خدت نقره ولا حاجه ممكن تزعل شويه فيها. بس فعلا الباور اللي فيها يعني ده مش بيطلع من عربيات تنافس وسطيه كتير. هي سي سي عالي وموتور بي ام برضه مش عارف ايه، بس بص العربيه تحس ان هي حاضره. عارف دوست البنزين بص. لا هو حلاوه الموضوع زي ما قلت لك، كان في اسمه ايه ده، تاجر اسمه عطيه صاحب محلات ان ايه وكده. التاجر ده طبعا تاجر، فهو عنده بقى كل حاجه، يعرف بقى يجيب لك من الاخر الحلو، عارف ايه الحلو وايه الوحش، وهيطلع حاجه كويسه. فالعربيه دي هو كان حبيبها وكده، وكان يعني يعتبرها عربيته اساسا. فالمهم غير لها، هو جاب لنا المرايات الكوبيه الضم دي، طبعا دي ما بتلاقيهاش في اي حته. حط السيستم ال 2800. اللهم صل على النبي. برضو الكراسي الام دي برضو ما بتلاقيهاش في اي حته. الحاجات دي بتبقى من الاخر نوادر، يعني الاكسسوارز بتاعت البي ام دبليو بتبقى اغلى من الاكسسوارز بتاعت الجولف وكده. دي بقى ميزه ان انت ايه تصاحب التيونرز. يعني تشوف لك تيونر وتشوف لك واحد عنده اكسسوارز وتروح بقى ايه تشوف بتوع ريف ليميت مثلا. طب مع ريف ليميت استاذ محمود سمير منور الدنيا. فاهم، نعدي عليهم، تعالى نعدي عليهم دلوقتي. بس بقى بس وهي يعني العربيه طبعا فكره بقى ان الواحد يتربن وكده، دي بقى حوارات تانية خالص. على المواتير الان ايه والتنافس الطبيعي من الاول هتتعب كتير. وممكن ما تاخدش نفس النتيجه اللي هتاخدها من عربيه تربو ستوك، يعني فاهم قصدي؟ طبعا في ناس كتير بتفتكر ان العربيه دي دباحه بنزين وي نهائي. العربيات طالما استهلاكك للبنزين قد ايه مثلا؟ دي بتستهلك يعني وقت ما بتجري وبتاع بتستهلك 10 لتر، في العادي بتاعك 8-9. طب والله حلو. ما فولا اي حاجه على 2800 وي فولا اي حاجه. يعني انت اساسا يعني ده حاجه منطقيه وحاجه كمان كويسه، يعني انت كده يعتبر موفر. بالذات العربيات القديمه كانت بتستهلك اكتر. يعني الموديلات القديمه هتلاقي ان هي بتستهلك البنزين فيها اكتر من الجديد. الناس دايما بتقلق من البي ام بقى، فاكره ان مواتير دباحه بنزين، وفاكره ان قطع غيارها مش موجوده، او لو موجوده غاليه. مفيش الكلام ده خالص اساسا. يعني هي المشكله احنا عندنا الفكر يعني فاهم مقفول عليه في حته معينه. لو هنتكلم في حاجه بقى، او حاجه الابهات او حاجه لما بيشوفوا عيالهم عايزين يركبوا عربيه متونقه او نفسه يجيب عربيه كذا بيخاف ويقال لا بعيد عن حادثه كمان. انا هركب اكسدام ام حادثه خلاص انت كده. الاكسدام الام ده لما بيركب فيه 15 حصان زياده. يعني العربيه لو 200 تبقى 215 باكسدام ام معروفه. بس المشكله ان ممكن تحاول تساعده في الموضوع، او ان احنا يعني تساعد ابنك في الحاجات دي احسن ما يروح يصرف فلوسه على بنات، على مخدرات، على الموضوع كبر قوي مننا. بنات ايه يا استاذ كريم؟ العربيه 2800 سي سي 190 احنا بنشجع الشباب يا اسطى، بنشجعهم ان هم يجيبوا عربيات، عايزين نشوف. طب خلينا نتكلم عن العربيه.
بجد العربيه 190 حصان، 190 حصان امها. ما بيقولوش لا. 190 يعني بيجروا معاك، بيجروا معاك. لا لا انا ما كنتش متوقع والله. يعني انا قلت هيبقى فيها باور، بس هي عارف برضو اللي بيفرق من عربيه لعربيه، ممكن تكون عربيه باور عالي بس عارف في لاج، في العربيه ما فيهاش تربو فاهم، فتحس ان هو الباور انت أيوة واخده أيوة. اوتوماتيك فاهم اللي هو. كمان العربيه دي لو مانيوال انت هتشوف حاجه تانية خالص. هي حلاوتها بسم الله ما شاء الله الموتور بتاعها فايق قوي. دي حاجه. فده يعني كل اللي يركب اساسا يبقى شاكك ده 2800، لا ده حاجه اعلى طبعا، لازم اروح فاتح له الكبوت، لا 2800 فعلا. طب خلينا نتكلم برضو يعني عشان نبقى يعني زي ما هنتكلم عن الحاجات الحلوه، وان العربيه الباور بتاعها حلو والتورك بتاعها حلو، العربيه حاضره، العربيه من بره شكلها حلو، اللون البرونز النادر، الابيض في اسود، في بعض شويه من التيونز، الجنوط، الحاجات الحلوه دي. بس حاجه ممكن تكون العربيه ناشفه سنه. البي ام ناشف كله ماشي، يعني انا بتكلم على هو ده هي ناشفه كده ده طبيعي تحس ان بكل نقره وكل حاجه، وكمان الجنط كبير كمان انت مكبره، وان هو كمان 2 انش فعريض من ورا وعريض هو اساسا من قدام، يعني هو مش ده العرض العادي، هو من قدام ومن ورا عريض، فطبعا بتحس بكل حاجه. وفي مصر عندنا الشوارع ما تتوصاش، فطبعا حوار الجنط حتى انا بحاول اجري بس الدنيا مش مساعده، محتاجه طريق محتاجه لا انت عايز طريق سفر وما يبقاش في حتى مطبات هواء عشان ما تتقرفش، ما تلاقيش حاجه بتحك في حاجه. يعني هي بس ان هي بتقول ان انت مايله اكتر ناحيه ان هي ناشفه، بس هي دي مش حاجه معناها ان هي وحشه. لا وحاجه تانية ان هي برضو الفرامل مش اقوى حاجه مش اقوى حاجه، بس قشطه هتجيب معاك، بس ما تبقاش على 200 وعايزه تفرمل. ما يعني اتقل بقى عمال ما تاخد وقتها، فرمل من بدري يعني، خلي ليك نظره بالظبط، تاخد غرزه على بعد 5 ميل تبقى عارف بقى فاهم. بحس العربيه دي من العربيات الليجندز، عارف في بحس هي العربيات بي ام تحسها كلها عربيات ايقونيات، عارف اللي هي الاي 90 اي 60، عارف اللي هي تحس اللي هي خدت حقها قوي في ودي خصوصا خد حقها بسبب اللعبه نيد فور سبيد وكده، دخلت معاه في مجال تاني. وكمان بتلاقي برضو اصل انت الباور ده مستحيل تاخده في العربيات اللي هي من رينج لحد 500,000 مثلا، مستحيل انت عايز انت تاخد باور زي ده بص وصوت زي ده مفيش. وكمان ان انت تاخد الثبات والامان ده اهم بكتير كمان من الباور. يعني انت فرحتي معاك باور بس انت معاكش ثبات. طب احنا لو طلعنا دلوقتي من الثبات نطلع من الثبات ماشي. لغينا الاتراكشن كان في حته فيها شويه رمل. ما انا كنت عندها المطب. احضروا لي اي 46 الان. ايه يا جماعه مش معقول وهو يلف ورايح تاني مش معقول. بس عارف طالع اللي هي العربيه بتعمل كده. لا هي مره واحده ومش طب انت رايح فين المطب؟ في الحته اللي فيها رمل هنا لو صح. الموضوع ممتع بصراحه، عارف لا الموضوع بيبقى ادمان. المشكله ان هو لو ادمنته طيب بقى انت في بقى كاوتش بس تبقى يعني وفي فلازم حتى بالعقل شويه، بس هو الحوار ادمان يعني. نرجع للرمل. لا نرجع للبوينت بتاعتنا، وهي ان العربيه بجد ممتعه، حتى وهي مش لازم ان انت تبقى جايب عربيه، ممكن عربيه قديمه انت تعدلها بنفسك، تبدا بحاجات بسيطه من بره. لو انت حابب الباور تبتدي تعدل الباور، تبتدي تعدل سسبنشن، تبتدي تعدل جنوط، تبتدي تعدل ايا كان بقى كويل اوفرز، ايا كان انت بتحب الشكل بتاع عربيتك النهائي يبقى عامل ازاي. طبعا برضو في الحسبان بتاخد الفلوس البادجت بتاعك، عشان الحاجات دي مكلفه جدا جدا. ممكن ناس تقعد يعني مثلا يقعد له شهور على ما يعدل العربيه يوصل مثلا بيها، بيبقى فعلا معهوش جنيه يعني، بالليفل اللي هو عايز جنيه بعد كده يعني، بيبقى خلاص عدل العربيه وكل حاجه ومش لاقي ياكل بعد كده خلاص كده. تيجي نقفل الفيديو؟ تعالى نقفل الفيديو. اقفله ما انا هقفله هنا. ربنا يستر. بص احنا نعمل واحده عاديه، مش لازم دريفت ولا حاجه. استنى بص يا جماعه،
نقفل الفيديو ندرفد ندرفد وماله متنا. موتنا. فشكرا على العربيه الحلوه وشكرا على أيوة. الفيديو الحلو. انا مبسوط فشخ. استمتعت والله استمتعنا. ولو لفينا لفه كمان من ورا عند رمله هنستمتع برضه. فان شاء الله تكونوا انبسطتوا بالفيديو والفيديو عجبكم. ولو عايزين برضو نعمل فيديو دريفت بالعربيه بس هاتوا لنا فردتين كاوتش، يعني ممكن فردتين كاوتش عشان ونجرب برضو. شكرا واتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم في فيديو جاي جديد. وقولوا لي العربيه اللي انتوا عايزينها وهحاول اصورها لكم في اقرب وقت. سلام.